أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومودة. أهلا وسهلا بكم في قناة حكايات. قصتنا اليوم بعنوان ماما قصيورة، وهي قصة من القصص الجزائرية. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا مكان في قرية صغيرة تعيش امرأة قصيرة جدا، إلى حد أن سميت ماما قصيورة. كانت ماما قصيورة لطيفة، الابتسامة دائما مرسومة على وجهها البشوش، ولكن إذا غضبت من غضبها. وكانت نظيفة جدا، فكل يوم كانت تمسح، تغسل، تكنس وتنفض الغبار. ولما تنتهي من شغلها كانت تجلس في الفناء الصغير لتستريح وتتناول غذاءها: حليب طازج، خبز سخون، كل يوم ببركته. وذات يوم بينما كانت ماما قصيورة تكنس، أثار فضولها شيء ملقي على الأرض، فأخذته في يدها الصغيرة، نفضت من عليه الغبار، وإذا به دينار براق. فرحت المرأة كثيرا وقالت في نفسها: ماذا سأشتري بهذا الدينار؟ لحما فهو لا يكفي لثمنه، فاكهة لا يكفي. وبعد قليل قفزت: وجدتها، سأذهب إلى اللبان وسأشتري منه قطعة جبن طرية لذيذة. وفعلت ماما قصيورة بالضبط كما قالت، وبعدها وضعت الجبن فوق المائدة وغطته بمنديل نظيف، واستأنفت شغلها في الدار. ولما انتهت لم تجد أثرا للجبن، وحسرتاه، لقد أكلته الفأر. غضبت ماما قصيورة وأزعمت على الانتقام. وبعد أيام قلائل جاءتها الفأرة لتستلف منها المنخل، فقالت المرأة: إنه داخل المطبخ، فتعالي وخذيه. دخلت الفأرة وقبضت عليها ماما قصيورة وقصت ذيلها، وقالت لها: لن تأخذي ذيلك إلا إذا أرجعت لي جبنتي. فراحت الفأرة عند المعزة وقالت لها: من فضلك يا أيتها المعزة الجميلة، أعطيني قطعة جبن أخذها إلى ماما قصيورة حتى ترجع لي ذيلي وأعود إلى أمي. فردت المعزة: لا بأس، سأعطيك الجبن، ولكن ليس قبل أن تأتيني بقليل من الحشيش، فأنا جائعة. فراحت الفأرة إلى الغابة وقالت لها: من فضلك يا أيتها الغابة الخضراء، أعطيني قليلا من الحشيش حتى أخذه للمعزة، فتعطيني جبنا أخذه إلى ماما قصيورة، فترد لي ذيلي وأعود إلى أمي. أجابتها الغابة: لا بأس، سأعطيك الحشيش، ولكن ليس قبل أن تسقيني، فأنا عطشانة. ذهبت الفأرة إلى الحنفية وقالت لها: من فضلك يا أيتها الحنفية اللطيفة، أعطيني ماء لأسقي الغابة. فتعطيني حشيشا أخذه إلى المعزة، فتعطيني جبنا أخذه إلى ماما قصيورة، فترد لي ذيلي وأعود إلى أمي. فقالت الحنفية: لا بأس، سأعطيك ماء، إذا طلبت من الرجل أن يصلحني فأنا معطلة. راحت المسكينة إلى الرجل وقالت له: أرجوك يا سيدي أن تصلح الحنفية حتى تعطيني ماء أسقي به الغابة، فتعطيني حشيشا أخذه إلى المعزة، فتعطيني جبنا أخذه إلى ماما قصيورة، فترد لي ذيلي وأعود إلى أمي. فأجاب الرجل: سنذهب معك إذا أتيت لنا بالزرناجية. فجاءت الفأرة بالزرناجية، وعزف الزرناجية بالمزامير، وصنع الرجل الحنفية، وأعطت الحنفية الماء، فسقيت الغابة التي أعطت حشيشا، وأكلت المعزة الحشيش وأعطت الجبن. فأخذت الفأرة الجبن إلى ماما قصيورة، فأرجعت ماما قصيورة الذيل للفأرة، وذهبت الفأرة إلى أمها. وهذا ما سمعناه وهكذا قلناه.